من الحاجات القريبة جدا لقلبي وبحسها من طباع النفس البشرية قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 4 لا أقدر على مكافأتهم: رجل بدأني بالسلام. كل واحد بيضحك أول ما بيشوفني وهو بيقول اسمي، ولاقيه خدني بالحضن أو اتحرك ناحيتي وبادرني بالسلام. ورجل وسع لي في المجلس: تعال اقعد جنبي. وسع له: اقعد انت انا هقوم. أشد كرسي تاني. ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي: خلاص أنا هتصرف، هسألك حد ورد عليك، ما تشيلش هم. وبعدين يقول ابن عباس عن أكثر حاجة بحبها: فأما الرابع فما يكافئه عني إلا الله عز وجل. قيل: ومن هو؟ قال رضي الله عنه: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من يقصده، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. ياه، سبحان الله، انت متخيل مدى فرحته عشان هيطلب منه حاجة؟ امال احنا ليه بنزعل لما الناس بتطلب مننا حاجة؟ لله الامر من قبل ومن بعد. سلام.